السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فطارنا النهاردة زي ما انتوا شايفين كده كان سجق بلدي معمول تحفة بطريقة هتعجبكم، وبطاطس محمرة بطريقة مختلفة بجد. لو شفتوها هتجربوها يعني هتعجبكم إن شاء الله. أول حاجة نسمي بالله ونجيب حلة كده ونحطها على النار، هنحط فيها مية. أول ما تغلي هنزل بالسجق، هديله غلوة تنزل فيها الدهون بتاعتها. وفي نفس الوقت وده نظام تعقيم، لأنه انتوا زي ما انتوا عارفين السجق بيبقى عند الجزار متعلق ومتعرض للهواء والأتربة، فكده أنا بالنسبة لي كأني بعقمه بالظبط. طبعا بقى ايه بنشيل الريم كده اللي على الوش، شايفين كمية الدهون دي كلها احنا في غنى عنها، احنا مش محتاجينها خالص. وهشيلها دلوقتي لأن أنا مش عايزة أسويها، انا بس ايه بديها تعقيمه كده وتنزل الدهون اللي فيها، وكل الشوائب كده هي نزلتها في الميه دي. كده خلاص زي ما انتوا شايفين كده الميه دي متعكره، هرميها ومش محتاجاها في حاجه. جبت طاسه وحطيت فيها معلقه صغيره من الزيت، لانه زي ما انتوا شايفين السجق بيبقى مليان دهون، وانا هنا كنت قطعت السجق قطع صغيره. حابه تسيبيه زي ما هو سليم براحتك عادي زي ما انت حابه. وهديله تشويحه ياخد لون كده شويه. لو تابعتيني لحد هنا ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة، ويا ريت كده ندوس على اللايك عشان اللايك هو اللي هيرفع الفيديو. وننزل كده في التعليقات نصلي على النبي وتقولوا لي بتتابعوني منين. هنا بقى انا جبت بصلايه قطعتها جوانح، وقرن فلفل كده سبايسي، حابه تحطي رومي براحتك. وهحط ملح وفلفل وكمون وشطه بس يعني بمقدار صغير. زي ما انتوا عارفين السجق اصلا بيبقى جاي متبل، فاحنا بنحط ايه يعني رشات كده صغيره. هفضل كده احمرها شوية. هنا انا جبت ايه معلقة توم مهروس مفرومة مع هريسة شطة. طبعا بقى لو ما عندكيش التوم المفروم ده تقدري تقطعي كده ايه تخرطي كده فصين توم فيها بتديها طعم وريحة حلوة. هنا انا حطيت شقشاق مية يعني بتاع ربع كوباية مية. هسيبها كده اغطيها واسيبها تشرب ميتها كده وتبقى كده خلاص استوت معايا. هي كده خلاص خلصت وما خدتش وقت خالص. هنا انا كنت بحمر البطاطس، عايزه اقول لكم هنعمل البطاطس النهارده بطريقه مختلفه هتعجبكم. طعم تحفه بجد ولا كانك بتاكلي كباب. هنا انا حمرت اول طاسه، وهبدا كده انزل ايه ببقيه كميه البطاطس. عايزه اقول لكم اكله سهله وبسيطه، يعني الساعه 5:30 كده تبداي تحضري فيها قبل الفطار، يعني قبل الفطار بساعه الا ربع كمان تكوني خلصتيها. دي اكله المستعجلين، وفي نفس الوقت احنا زهقنا اصلا من يعني ايه من أكل كل يوم أكل جديد أكل جديد، فقلنا بقى نغير شوية ونعمل بقى إيه سندوتشات بقى اللي بتتعمل في الشارع كده، الكبدة السجق الحاجات دهيت. بس طبعا بقى بطريقة البيت الحلوة النضيفة دهيت بتعجب الولاد وبتفرحهم، وبتعجبنا احنا كمان يعني احنا الكبار بنحبها. هنا انا خلاص حمرت البطاطس. بصوا بقى دي التركة اللي بقولكوا عليها، هجيب بصلاية وافرمها فرمة ناعمة، وهفرم معاها بقدونس، واحط ملح وفلفل وادعكهم كده في بعض. زي ما انتوا شايفين يبقى بصلاية مفرومة مع بقدونس، وافرمهم مع بعض مع ملح وفلفل، وهنزل بالبصل والبقدونس على البطاطس وهقلبهم كده اغلفها بيها. عايزة اقول لكم بتخلي طعمها تحفة تحفة تحفة، هتودي البطاطس في حتة تانية خالص. بعد ما قلبتها كده هجيب ورقة فويل واعملها كده اقفلها من الجناب زي الطبق كده، وهحط فحمية اولع فحمية واحطها فيها. بجد جربوها مش هتندموا عليها. وهنزل بقى عليه ايه بشوية زيت كده صغيرين يطلعوا بقى الدخان بقى بتاع الفحم. عايزة اقول لكم بقى البطاطس بطعم الفحم مع البقدونس والبصل تحفة. واكتم بقى الدخان اللي طالع منها كده عشان البطاطس ايه تاخد ريحة الفحم. ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات. وبكده تكون الاكلة خلصت، ما خدتش اي وقت. وكان عندي طبق مكرونة متحمر في الفريق في التلاجة، وعملت جنبها بقى سلطة طحينة وسلطة طماطم. عايزة اقول لكم السجق كان طعمه تحفة تحفة تحفة.
أتمنى تكون الوصفة عجبتكم، واستنوني في وصفة جديدة من وصفات لومة، واشوف وشكم على ألف خير.